اليوم سنعرض معكم 5 مسلسلات تونسية كسرت الحدود ووصلت للعالمية. هيا بنا البداية مع العمل الذي أبكى الآلاف، مسلسل حرقة. هذا المسلسل لم يناقش قضية الهجرة غير النظامية كأرقام فقط، بل نقل لنا وجع العائلات التونسية بعمق إنساني كبير. ومن المدارس التونسية إلى الشاشات العالمية نجد مسلسل فلوجة للمخرجة سوسن الجمني. رغم الجدل الكبير الذي أثاره في الداخل، إلا أن هذا العمل استطاع أن يحجز مكانه في المنصات العالمية الكبرى. وعندما تتحدث الموسيقى يصمت الجميع. مسلسل المايسترو لم يكن مجرد قصة عن مراكز إصلاح الأطفال، بل كانت رحلة إنسانية عالمية، لأن قضايا الطفولة والبحث عن الأمل عبر الفن هي لغة يفهمها الجميع. ولا يمكن التحدث عن العالمية دون ذكر الأسطورة الضاحكة شوف لي حل. قد تستغربون، لكن هذا العمل ليس مجرد سيتكوم، بل هو المسلسل التونسي الأكثر مشاهدة من قبل الجاليات في الخارج. وأخيرا مسلسل مشاعر، هذا العمل الذي جمع بين تونس والجزائر استعان بتقنيات إخراجية وجمالية عالمية، مما أتاح له الانتشار في قنوات عربية ودولية متعددة. السر في وصول هذه الأعمال العالمية هو الصدق وجودة الإنتاج التي أصبحت بصمة للمخرجين التونسيين في السنوات الأخيرة. وأنتم، ما هو المسلسل التونسي التي تعتقدون أنه يستحق أن يشاهده العالم أجمع؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. إلى اللقاء.